مرحبا فيكم في قناتي اناستاز. اليوم يا حبايبي رجعت لكم بفيديو جديد، واليوم ما راح يكون فلوج او روتين مثل ما تشوفوا بالصورة. اليوم قررت اعمل لكم وصفة التيراميسو بطريقتي الخاصة مثل ما تشوفوا. يعني كل يوم انا بعمل لكم روتين وهيك، فاليوم قررت اغير وقررت يعني ابدا هيك سلسلة جديدة في رمضان، بس ما راح اعمل هاي السلسلة كل يوم. السلسلة راح تكون عبارة عن وصفات سهلة، مثلا تيراميسو، سلطة، سمبوسة، هيك اشياء. فيعني بس بتشوف انه يكون عندي وقت راح اسوي لكم وصفات برمضان ان شاء الله. هي السلسلة جديدة، فطبعا انا الصراحة مو كتير خبيرة في الطبخ، بس يعني عم بتعلم شوي شوي. وقبل ما بلش فيديو اليوم لا تنسوا تحطوا لايك اند شير اند سبسكرايب، ويلا نشوف المكونات. فيا حبايبي اول شي اللي راح نحتاجه بالتيراميسو طبعا اللي هو البيض. انا راح استعمل بيضتين. اول شي راح نحط هون بيض، وراح احط ملعقتين سكر، وبس حط هيدو الاشياء راح ارجع لكم. طبعا يا حبايبي اول شي حطينا البيضتين، وهلا راح نحط على حسب الرغبة. انا راح احط ملعقتين من السكر، او راح نضيف شوي لانه ما في عندنا سكر فانيلا. وهيك حطينا، هيك بنكون حطينا البيض مع السكر، وهلا صار وقت لنخلط بهي. فيعني تابعوا الفيديو لا تفهم. هلا يا حبايبي صار وقت الخليط. ادخل فراح تضلوا تخلطوا هيك حتى تشوفوا، يعني حتى تشوفوا شكل نهائي، حتى يصير لون اصفر وثقيل شوي. بس خلط راح ارجع لكم لانه الصراحه ما راح اقدر اصور لكم. يلا باي. طبعا يا حبايبي بعد ما صار شكل البيض هيك، يعني يصير هيك، فصار وقت لنعمل هي الماسكرفون. راح نحطها هون طبعا. ولما نحط هي الماسكرفون راح تزيدوا هي الشوكولا، يعني راح تزيدوا طبعا بعد، يعني راح تشوفوا، تابعوا الفيديو لتشوفوا. طبعا يا حبايبي بعد ما خلطنا البيض وصار شكله هيك، يعني شوفوا هيك، فانا جبت هالنوع من الشوكولا فانيلا. و يعني في لما تحطوا هي الماسكرفون فيكم تحطوا اي ضوء بدكم، مثلا فيكم تضيفوا نوتيلا، فيكم تضيفوا اي شو ما بدكم. فانا قررت اضيف شوكولا فانيلا. طبعا راح دوبها بالميكروويف وارجع لكم وارجيكم الطريقه. مثل اللي قلت لكم يا حبايبي، بعد ما تذوبوا الشوكولا هي راح تضيفوها يعني مع الخليط تبعكم، فما راح اتكلم كتير لما اخلص ارجع. طبعا يا حبايبي هون ضفت هي الماسكربون، ضفتها شوي، وكمان راح زيد هي الكريمة سائلة. هي ما بعرف شو بنسميها بالعربي، بس يعني راح تفهموا كريمة سائلة. فراح ضيف كمان شوي، ما راح ضيف كتير، وراح ارجع. طبعا قبل ما نضيف هاي الكريمة لازم نخلط كمان شوي، قصدي راح نزيد شوية السكر، ما راح اضيف كتير لانه راح نحط الشوكولاتة الفانيلا. هلا راح بلش بالخلط وارجع لكم. طبعا يا حبايبي هون حطينا كل كريمات الماسكرفون وهيك. طبعا يا حبايبي حطينا كريمة الماسكرفون وشو اسمها، حطيت الشوكولا الفانيليا، وحطيت هاي الكريمة والبيض والسكر، وهلا ضايل نخلط. وبس نخلط المكونات راح ارجع لكم. طبعا يا حبايبي بعد ما خلصنا الكريمة وهيك بتكون جهزت معنا. شوف الشكل خرافي، وطبعا انا صايمة فيعني كتير بتجوع. فهون عملت انا في مكان القهوة قررت بدل، فلهيك عملت نسكوي بالحليب ودخلته كتير مليح. وهلا رح نبدأ لنحط طبقات. طبعا الطبقات سهلة كتير، يعني بنجيب واحد هيك بسكوت ونحطه هون ونحطه يعني رح تشوفوا يعني كتير سهلة. فما رح صور لكم هلا، بس رح اقول لكم اول شي يعني رح نحط هاي البسكوت هيك وهيك. لما احط كل شيء رح ارجع لكم وراح اورجيكم الزينة كيف رح تصير. فباي.
طبعا يا حبايبي مثل ما تشوفوا حطينا البسكويت هيك، وهلا راح نعمل الكريم. يعني راح اعمل طبقات وبس يعني التيراميسو عبارة عن تحطوا هيك كيك اي كيك بدكم او بسكوت، وبعدين نحط كريم ونزيد طبقات وبس يكون يعني راح زينوا هذول. طبعا يا حبايبي بعد ما خلصنا وحطينا الطبقات شوفوا الشكل النهائي صراحة بشهي. فهلا صار وقتنا نزين بالكاكاو، انا راح زين بالنسكاوي وبس. لما خلص التزيين راح ارجع لكم. طبعا يا حبايبي بعد ما خلصنا التزيين شوفوا الشكل كيف صار يعني عن جد بيشبه التيراميسو. فيعني بتمنى الفيديو اليوم يكون عجبكم، وان شاء الله راح صور لكم لما راح ندوقه بالسحور، او قصدي مو بالسحور، لما راح